كيف اغتصبها؟ مبروك! ألف مبروك يا مبروك. مبروك يا اخوي. الله يبارك فيك يا حاجة. مبروك علينا كلنا. فينك يا مبروك؟ معلش امه ما هو. هي قد بيقول لك بنت عمك، قلت ماشي الا شفيقة. ايوه ما لها شفيقة. هي ما لها شفيقة. سمعت زقزقة مدري زنبقة مدري صندقة ما قالت؟ ما قالت. قالت اغتصبها واحد اسمه عوض ورميها اخوها بالرصاص. سبعة يما مشو ذنبها يما، هي مسكينة والله اني اشرف البلد. هذه فضيحة، هي روح لها ما عندك لا عرس. ما بصري انا مش اتزوج الا شفيقة. وعم عشتك لا تبني ولا اعرفك. غصبها يا مبارك يما، يا عم جودر، يا عيبة. مبروك مبروك. سخيم خلينا نلحق الاستاذ مبروك. يلا يا جماعه يلا. شفت امك ذنبك ايه؟ تعال هنا. ما فعلت ايه ذنبك؟ ما قلت لها. ما كلمتها ولا قلت لها شيء، بس انا قلت كلمتها بقصة فشيكة وقصة حياتها وهي خرجها. فضحتيني يا زنبقة. خربتي على بنتي يا زنبقة. سويت لك يا زنبقة. زنبقة انت الطالق. تمام. لا شرفتنا يا شيخ فاضل، انت وابنك الشيخ سام. تسلم يا شيخ بارق، أنت والشيخ طفاح الذي ساكت من أول ما دخلنا ولا سمعنا له حتى كلمة. لا تاخذ عليه يا شيخ فاضل، شيخ طفاح مجوع شغله عن الكلام معك وعذره. ما هو ضمعك يا شيخ بارق، لا جوع ولا حاجة، أنا فعلا زعلان من الشيخ فاضل ولذا السبب ما حكيتهاش. عيب الله أكبر، زعلان مني أنا؟ وإيش الذي فعلنا يا شيخ وخلاك تزعل هكذا؟ يا رجال عيب عليك. عاد الناس يقولون سلام، عاد الناس يحيدون فيان فلان فيان ذي، انت لا حكاء ولا حتى زيارة. اعذرنا يا شيخ، العمل والبيع والشراء قدوا من السواحد حتى نفسه. لا ده أكيد في ناس يعلمونك وعلى راسهم ده اللي اسمه فتيني ومشلة حقه. فتيني وشلته هم أصحابي يا شيخ. لا في ذينا مش معاك، ذيلا حق بياس والله لو طبلون حتى عيونك تخرجها لون ايش تحصلون يسبونا كم يوم ثاني. أبي يعرف إيش يعمل يا شيخ طفاح، وأهل القرية هم أهله وناسه، ما يحتاج من يعلمه. ما شاء الله يا شيخ سام، أهنيك ابنك ذا ذيب. عفوا يا شيخ، ابني ما هو شي ذيب، ابني رجال ويعرف كيف يقدر أهله وناسه. وبعدين يا شيخ احنا جينا هنا جية محبة وأخاء ولبينا دعوتك. يا جماعة مش وقت العتاب الآن، احنا نشاها جلسة محبة وتفاهم. حياك الله يا شيخ طفاح. الله يحييك يا شيخ فاضل. السلام عليكم يا شيخ طفاح، باسمك وباسم ضيوف حنقك، عم عشا جاهز، حياكم الله، تفضلوا. يلا يا جماعة، يلا بسم الله. يلا ما ما صنف الأمة دي زنبقة تأملت القصة. مش يا عمتي زنبقة أنا الدبور، أنا من علو ولدت وأنا الدبور هكذا. ما تقولش كده يا مبروك يا أخويا، لا دبور ولا حاجة، هو بس الحظ ما لعبش معانا صح. لا يا دكتور جمعة إلا دبور ودبر شفيقة معه، والمثل يقول لا تربط حمارك بحمار المدبر. سخيم لست تشوف رجال بلا فوق بلا. استاذ مبروك، اهداء كلها يوم او يومين ونحلها ان شاء الله. وانا بنفسي بتوسط لك مع عمي شوتر. انت ولا لك دخل ولا خلق لك فك. زنبقة مالك؟ شوتر طلق لي. كرمت وسلمت يا هذا المضيف. أهلا وسهلا، ما بينا ولاش، كلها من فضل ربي، من موجود والحاصل. حاصلكم كثير يا شيخ، ومحصولنا قليل يا شيخ فاضل.
في وشك كلام يا بارق. ها خير ما قد به؟ بصراحة يا شيخ فاضل أنا شا منك خدمة صغيرة. والله إذا نقدر عليها في بشراك. أنا بقتل أهل القرية وفتيني عشان أشتري محاصيل، قالوا شيخ فاضل اشتراهن. هذا صحيح. وأنا وطفاح شنهب لك نفس السعر ونشان نشتريهم منك. اشتروها مني أنا بنفس السعر؟ ايوه، وبنفس السعر اللي اشتريتها بها من علم قريه بعرافتك وقزيت حق غيرك. عرف اشترى محاصيلكم، محاصيل هذه حق اهل القريه وبيشتراها منهم. عفوا يا شيخ، هذه تجاره وانا تاجر، وهذا بيع وشراء، والبيع والشراء حلال، واللي يدفع اكثر الله يبارك له. لا لا يا فاضل، دي مش لا تجاره، انت دخلت سوقنا واشتريت محاصيل، وذي في تجاره تعتبر سرقه. سرقه؟ هذا اهانه يا شيخ طفاح، يا اللي تعرف الاصول. انا في بيتك حاسب على كلامك لان الكلام مثمن. معلش يا شيخ فاضل، لا تاخذ قلب شيخ طفاح، انت اهدأ اهدأ. شيخ طفاح ما يقصدش الموضوع وما فيه. نحن نشم محاصيل واحنا مزنوقين ونشاك تقدر الموقف. ما هو ذم حكايه، ما هو ذم حكايه بارك. كيف يقدر ما يقدرش؟ ما هو ذم حكايه، ناقصه تبكيله. اسمع، انت دخلت القريه ذي وانت غريب عنها، تمام ولا لا؟ وذم قريه وذم بضاعه وذم محاصيل حقنا ومن حقنا، والمثل ما يقول يا فاضل يا غريب كن أديب. اسمع أنت يا طفاح، أنا اشتريت من حر مالي وانصفت أهل القرية من غبنكم لأنهم أهلي مثل ما هم أهلكم، ومن اليوم اللي يوقف ضدهم أنا غريمه. وأنا غريمك من تساء يا فاضل، وأنا الذي شوقف قدامك. لا أنت ولا غيرك يهدد فاضل، وأنا الغلطان اللي جيت عند واحد مثلك. يلا يا ولد سام. شيخ فاضل، شيخ فاضل، أعجبك يا طفاح؟ أعجبك اللي سويته؟ خربت علينا كل شيء. بارك هذا أنا اللي أسوي اللي خربه فتيني وذا فاضل. خلاص خلونا نجلس عالي. يلا يلا. أنا أسويها وأنت تخربها يا طفاح. يلا أنا في 60 داية أغس. هسدي عيني الآن تجيب لي قارئ من تحت الأرض. تمام. يلا. حكم هذا المطار. أنا عندي أدب وقع مثل الناس. يا مطار، إنا وسط الطريق يا خلق الله، احترموا حق الآخرين. يا مطار، يا مطار. أنا لاحظت إنه من خلال زيارة المرضى للعيادة إنه عندهم مشكلتين. المشكلة الأولى صغر سن المتزوجات، والمشكلة الثانية كثرة الإنجاب. والغريب بالموضوع إنه بين الطفل والثاني ما بيتعدى السنة. سبحان الله، الناس مشكلتهم كثرة الإنجاب والناس يتمنوا طفل. بالفعل دكتورة، المشاكل دي موجودة مش بس في قريتنا، في البلاد ككل. يعني بتلاقي معدل دخل الأسرة أقل من المتوسط، ومع هذا عندهم أطفال كثير. بس هذا الشيء محتاج لوعي مجتمعي كبير. طب إيش رأيك دكتورة؟
ننظم دورات توعية لنساء القرية حول هذا الموضوع. والله فكرة حلوة، وأنا أول وحدة مستعدة لهالموضوع. إن شاء الله. على فكرة عواطف، قولي لي كم معك أطفال؟ عن إذنكم. ماله؟ ما بعرف، معقولة تأثرت من الموضوع؟ وليش بتأثر؟ أنا لاحظت من خلال زيارتي لها إنه ما عندها أطفال. فندم، لقينا هذا المعبر ورا مشقره. هذه الأدلة تأخذوها للمعمل الجنائي، والجثات تأخذوها للطبيب الشرعي، وبلغوا أهل القتيل. علم يا فندم. حول ولا قوة إلا بالله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يقرأ جميعا إن شاء الله. عظم الله أجرك يا شيخ فتيني، وعظم الله أجر الجميع. الله يرحمك يا شيخ فاضل، كان رجال حسين وما يصير إلا الحسين. الله يقتل من قتلك، الله يحرق كناينه مثل ما يحرق قلوبنا. وأنا أقول لكم إيه؟ أقول لكم إيه يا أخوان؟ أعزيكم ولا أنتوا اللي تعزوني؟ محدش انجرح ولا احترق قلبه بمقتل الشيخ فاضل زي ما اتحرق قلبي أنا. ده كان خيره على القرية كلها، ده خيره عليا بعد ربنا. ده لولا خيره عليا ما كنتش بينكم يا اخوانا دلوقتي، ما كنتش بينكم. ربنا يرحمك يا شيخ فاضل. الله يرحمك يا شيخ فاضل، والله ان مقتله مصيبه وكارثه على اهله، الله اعلم كيف اصلته. المصيبه والكارثه لنا ولاهل قريتنا. اي والله. الله يرحمك يا شيخ فاضل، الله يرحمه ويتغشاه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته ان شاء الله. امين يا الله، امين. صدقوني يا جماعه انه لخبط القريه كلها بمقتله، الله يرحمه. لكن المصيبه يا جماعه الخير ان الشيخ فاضل قتل فيان داخل قريتنا. اي والله، يا سواد وجه منك يا سام، يا سواد وجه من سام وقبيلته بعشيرته. ما نقول لهم شيخ فاضل يقتل عندنا وهو ما جاي يوطي لنا غيرهم خير وبركه. يا سواد وجه منك يا سام. صحيح يا عم شوتر.